السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الكوارع. اول حاجة هبتدي ان انا اغسلها كويس جدا. بنزل عليها كده بملح وعصير ليمونة وخل ومعلقتين كبار من الدقيق، وبسيبها كده منقوعة في المحلول ده حوالي نص ساعة. طبعا الكوارع دي انا جايباها من عند الجزار متنضفة، بس طبعا لازم نغسلها كويس جدا عشان ما يبقاش فيها اي ريحة زفارة. هنزل كده عليها بالمية واسيبها كده منقوعة حوالي نص ساعة. بعد كده بشطفها كذا مرة بقى، مرة واتنين وتلاتة، لغاية ما احس ان هي خلاص ما بقاش فيها اي ريحة زفارة ونطفت كويس جدا. بعد كمان ما بغسلها كذا مرة بنزل عليها كده بكاتل مية سخنة، وبرجع اشطفها كمان مرة. كده بقى بتكون ايه يعني نضيفة جدا. هنا بقى معايا حلة بنزل فيها كده بمعلقة زيت وحتة سمنة بلدي، وببتدي ان انا اشوح الكوارع كويس جدا على كل جنب كده اهو، شوحها كويس جدا. هبتدي بقى انزل كده ببصلتين صغيرين، وهنزل بالتوابل بقى فلفل اسود حبهان ورق لورا. واقلب كده الكوارع في التوابل كويس. الملح مش بننزل بيه دلوقتي، اول ما احس ان هي دخلت في التسويه يعني خلاص ناقص لها ربع ساعه مثلا وتستوي، ببتدي ان انا اضيف الملح. بس هسيبها بقى تغلي، وهبتدي ان انا اشيل اي حاجه كده على وش الشوربه بتاعه الكوارع. الريم اللي بيبقى على الوش ده لازم اشيله كويس كده، واغطي بقى واسيبها تستوي ايه كويس جدا. هنا كانت استوت يعتبر 3/4 سوا، يعني خلاص كنت يعني ناقص حاجة بسيطة وهطفي عليها. ابتديت ان انا انزل الايه الملح عندي. هظبط كده الملح بتاع الشوربة. بص الشوربة صافية ونظيفة وجميلة ازاي، عشان طبعا الكوارع مغسولة كويس ومتنضفة كويس، فبالتالي الشوربة بتبقى نظيفة جدا. هبتدي بقى ان انا احضر التوم اللي انا هعمل بيه الطشة بتاعه الكوارع. انا بعمل لها طشة التوم. هنا عندي كده حوالي راس توم كده صغيرة مفصصاها. هبتدي كده ان انزل بيها كده في الهون، وهنزل عليها بملح وكمان شوية كزبرة. هدق كده التوم، وهبتدي ان انا اعمل الطشة. هنزل كده بمعلقة زيت وحتة سمنة بلدي، وهنزل بمعلقة توم كده حلوة. هشوح بقى كده التوم لغاية ما يتحمر وياخد لون ذهبي، وهبتدي ان انا انزل بيه على الكوارع. كمان قبل ما بطفي على الكوارع بننزل بمعلقتين كبار كده من الخل، بس انا ما صورتهاش. في ناس بتطش التومة بالخل بعد كده تنزل بيها على شوربة الكوارع، فالاتنين حلوين عادي. يعني انا بعمل طشة التومة، وبعد كده قبل ما بطفي عليها بقى خالص بنزل بمعلقتين الخل بس كده. بس ده كده شكل الشوربة بقى بعد ما خلاص خلصت. هبتدي بقى ان انا اعمل كده الصلصة بتاعة الفتة. معايا هنا معلقة زيت. هنزل كده بباقي الثوم اللي انا كنت فرماه. اول ما ياخد اللون الذهبي ده هبتدي ان انا انزل بمعلقتين كبار من الصلصة. دي صلصة جاهزة بنزل بيها كده الاول، بديها تقلبتين. بعد كده بنزل بالطماطم اللي عندي. دي طماطم انا مسبكاها، فبنزل بالكيس كده، كان فيها لسه حته مجمده. هسيبها بقى تفك كويس. بعد كده هبتدي ان انا انزل بالتوابل بتاعه الصلصه، ملح، فلفل اسود، رشه سكر. وقبل ما بطفي عليها بنزل بمعلقه خل بس كده. مبحطش اي حاجه تانية على الصلصه. ملح، فلفل اسود، رشه سكر عشان الحموضه. وكمان قبل ما بطفي عليها بنزل برشه خل كده حوالي معلقه كبيره او معلقتين بس كده، بتكون الصلصه جاهزه. هنا بقى هعمل الرز الابيض بتاع الفتة. هنزل كده بمعلقة زيت وحتة سمنة برضو، وهبتدي ان انا اشوح الرز اللي انا غسلاه كويس. هشوحه كده كويس جدا، ما يبقاش فيه اي مية. بعد كده بنزل بالملح بتاعه، وبنزل بمقدار المية حسب الرز اللي انا عاملاه، حسب كمية الرز. بعد ما بيغلي ببتدي ان انا اهدي عليه النار واسيبه بقى يستوي. بنقله على نار هادية واسيبه يكمل التسوية بتاعته بس كده، بيكون تحفة. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو بنزله. بس كده، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.